ما تستغربش لما تخش على جراح التجميل وتلاقيه قاعد يصور يمين شمال بالكاميرا بتاعته ومعاه علبة الألوان، لأن التصوير الطبي جزء لا يتجزأ من الفحص الطبي بتاعك، وده حقك أنت عليه إن هو يصورك قبل وبعد ويوثق ده ويقوم يرسم ويخطط العملية بتاعتك قبل وأثناء وبعد. ولازم قبل العملية تكونوا متفقين إيه اللي هنعمله والنتيجة اللي قرب المتوقع هتكون إيه، خصوصا في عمليات إعادة البناء زيها زي عمليات التجميل. ما تقولش عشان خاطر كده كده في تشوه إن إحنا مش هنرسم وهنخش نشوف الليلة على إيه. لازم نكون مخططين إحنا هنشتغل على إنهي أجزاء، الخطوات المحتملة، لأن مش كل العمليات بيكون فيها مفاجآت. المفاجآت وارد حدوثها، والمضاعفات وارد إنها تكون موجودة، وإلا ما كانتش اتذكرت في الكتاب، لا هي مذكورة. ولكن التخطيط والتصوير بيساعد الجراح إن إحنا نعرف ايه البروبابيليتيز والاحتمالات اللي احنا داخلين نشتغل عليها عشان نوصل لنتيجة قريب من اللي نفسك فيه.